السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد العبد من قناة دروس عالمية أونلاين. إن شاء الله هنكمل مع بعض أفكار الجرامر بتاع أولى ثانوي من خلال كتاب جيم. كتاب عامل شغل جميل جدا السنة دي، طبعا ده بشهادة كل الزملاء المعلمين. هنناقش النهاردة مع بعض كم فكرة من خلال سؤال ريرايت. سؤال معظم الطلاب خايفين منه وبيعتقدوا إن السؤال صعب، لكنه سؤال سهل جدا، بس افهم تحله إزاي، وده اللي هنقوله النهاردة إن شاء الله. نبدأ مع أول حاجة بالأفكار بتاعتنا، وهي أفكار خاصة بقاعدة conditional if، الحالة الشرطية أو حالات if الشرطية، ودي موجودة عندنا في الوحدة الثالثة يونت 3. نبدأ مع أول فكرة عندنا النهاردة. طبعا عنوان السؤال بتاعنا بيقول rewrite the following sentences using the words in brackets to give the same meaning. أعد كتابة الجملة التالية أو الجملة التالية مستخدما الكلمات اللي بين أقواس عشان تدي نفس المعنى. خلي بالك، بيقول لك استخدم الكلمة اللي بين الأقواس عشان تجيب جرامر صح، وحافظ على المعنى اللي قدامك عشان يبقى الجمله تبقى صح. لازم يبقى فيها شرطين: صحه الجرامر اللي هو الاستراكشر اللي عندي، وكمان صحه الايه المعنى بتاع الجمله. نشوف اول جمله عندنا بتقول ايه. نمبر 1: heating makes iron expand. بيقول لنا تسخين الحديد بيجعل الحديد يتمدد. افهم الجمله قبل ما تحل عشان تحدد الحاله الهين الخاصه باف. طبعا هنا بيكلمني على فاكتس، حقائق، يبقى انا هتكلم على الحاله الصفريه. برافو عليكم. افتكر ان الحاله الصفريه بتعبر عن ايه؟ حقائق، فاكتس، تعبر على نتائج منطقيه لاحداث معينه، وكمان بتعبر عن ايه؟ عن عادات ثابته. طب هنا نحل الجمله ازاي؟ طبعا هنقول ببساطه لو احنا قمنا بتسخين الحديد هيتمدد، فممكن هنا نقول ايه؟ بكل بساطه هنقول if you heat iron it expands. لو انت قمت بتسخين الحديد هيتمدد. خلي بالك من التركيب بتاع الجمله بتاعتنا. طبعا اف هنا ديت اداه الشرط، جه بعدها يو هيت ايرون، ديت بنقول عليها فعل الشرط، وبعد كده جبنا كوما، وبعد كده جواب الشرط ات اكسباندز. ايه اللي احنا عملناه هنا؟ جبنا بعد اف جمله مضارع بسيط، والجمله الثانيه برضو مضارع بسيط. وقلنا ان البريزنت سامبل لو انتوا فاكرين بيتكون من ايه؟ ممكن يتكون من مصدر الفعل زي كلمه هيت مع الضمائر اي يو وي داي او اسم جمع. ممكن يتكون من الفعل في اس زي كلمة expands مع الضمائر he she it أو أي اسم مفرد. تمام؟ نشوف فكرة تانية. Number 2: the result of adding 6 to 4 is 10. نتيجة إضافة رقم 6 لرقم 4 بيديني رقم 10. احنا كده بنتكلم على برضه فاكتس، حقائق ونتائج منطقية اللي احنا بنقوله، لأن 6 زائد 4 يساوي 10. برضه بنتكلم على إيه؟ برافو عليكم، الحالة الصفرية اللي هي بتتكون من إيه زي ما قلنا من شوية؟ if فاعل مضارع بسيط، فاعل مضارع بسيط. إذا هنقول هنا لو احنا أضفنا رقم 6 ل 4 يبقى if you add 6 to 4 you get 10. تمام؟ يبقى هنا if جه بعدها جملة فعل الشرط اللي هي ايه؟ you add 6 to 4. يبقى هنا add فعل مصدر لان جاي بعد you. الجمله الثانيه مضارع بسيط برضو هتبقى you get 10. يبقى هنا جواب الشرط مضارع بسيط، وفعل الشرط برضو مضارع بسيط. اذا دلوقتي خدنا ازاي نحل سؤال الرايت على الحاله الصفريه. ان شاء الله الفيديو اللي جاي، احنا بنعمل فيديوهات سريعه كده عشان ما تزهقوش مننا. الفيديو اللي جاي برضه هنتكلم على ازاي نحل سؤال ريرايت على الحاله الاولى والحاله الثانيه والحاله الثالثه، وكمان بدائل اف الشرطيه. انتظرونا الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مستر احمد العبد من قناه دروس تعليميه اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.